هنعمل مع بعض النهارده الرز المعمر بالفراخ. زي ما انتم شايفين كده الفراخ دايبه ازاي في الرز يا جماعه. هو ده الكلام، هتقدروا تعملوا الكلام ده بكل سهوله في البيت ليكم ولاسرتكم. الفراخ كده مستويه ودايبه دوب يا جماعه، هو ده الكلام. تابعوا الفيديو للاخر ولايك وشير عشان نعمل وصفات كتير. شويه رز معمر بالفراخ مفلفلين كده في حته تانية. طبعا كان عندنا فرخه كامله كده، بدانا ناخد منها الوراك بتاعتها عشان نعمل بقى ايه الرز المعمر بالاوراق كده يا جماعه، وينفع بالصدور طبعا. بس انا هعمله بالاوراق المره دي. بنيجي عند الاجزاء الفاصله كده، او في خط ابيض دهني كده، بنبدا نقطع زي ما انتم شايفين كده. الورك طالع ازاي معانا سليم من غير تهدير ولا اي حاجه. ونفس الكلام برضو هنقسم الورك ده لجزئين من عند الخط الابيض الدهني، ونقسم برضو نفس القصه. هو ده الكلام عشان نعمل بقى احلى رز معمر بالفراخ. رز مفلفل كده يا جماعه بتاع والدتي ووالدتك كده، هو ده الكلام. الرز المفلفل ده بتاع والدتي ووالدتك هنعمله في البيت بكل سهوله. هتقدري تعمليه ليك ولاسرتك، وسهل جدا. تقدري تعملي بالاوراق او بالصدور او باللحم طبعا. اللحمه طبعا ينفع تعمل بيه. وزي ما انتم شايفين كده قطعنا الوراك لاربع اجزاء، الوركين. ينفع برضو نعمله منه كنتاكي او اي فراخ بروست زي ما انتوا عايزين. طبعا عندنا 3 كوب من الارز او 2 كوب ونص حسب ما انت عايز تعمل بقى الكميه. دلوقتي 2 كوب ونص من الارز ل 3 كوب. بننزل طبعا بمعلقه ونص من الصغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح او معلقه ونص، بتظبط الملح بتاعك. وكده الرز بتاعنا بنفلفله طبعا. هو ده الكلام يا جماعه زي ما انتم شايفين، بكل حب وكل ابتسامه كده ليكم، وبحبكم في الله. طبعا نبدا نسوي الفراخ كده في الطاسه طبعا. ننزل باجزاء الفراخ كده ونغطيها، وبتاخد معانا بالظبط 25 دقيقه ل 20 دقيقه. بنفلفلها طبعا وهي في الطاسه كده من غير زيت ولا اي حاجه ولا ميه وملح. بنديها فلفل وملح فقط لا غير. نبدا نوزع الرز في البرايم بتاعتنا كده الفلاحي. هو ده الكلام، او البيت بتوعنا. الرز طبعا زي ما انتم شايفين كده الفراخ استوت معانا من غير زيت. طبعا الجلد بتاع الفراخ ده بينزل دهون يا جماعه، بيديني ماده كده ايه دهنيه وبنحمر بيها طبعا. يعني منه فيه كده. هتقدروا تعملوا الفراخ او الرز المعمر بالفراخ في حته تانية. نبدا نوزع طبقه الرز التانية زي ما انتم شايفين، ونبدا ننزل بالحليب بتاعنا بقى. قد كميه الرز بنحط حليب او ميه. طبعا ممكن نمكس ميه مع حليب، ما ينفعش ميه فقط عشان رز المعمر. ونقدر نحط قطعه قشطه على الوش كده، وندخل بالظبط الفرن. هياخد معايا 40 دقيقه. وبعد ال 40 دقيقه زي ما انتم شايفين النار مشغله من تحت فقط لا غير. هنبدا بقى نديله التسقيه بتاعته. نص كوب من الحليب، وينفع ميه على البرام ده وعلى البرام ده، ونخرمه كده بالمعلقه بتاعتنا. ونديله 3 معالق من زيت الذره كده. نفس القصه نخرمه عشان يتسقى بقى بالحاجه دي يا جماعه. ده ندخله الفرن لمده 10 دقائق. وزي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه، الفراخ جوسي ومستويه وطريه ودايبه دوب. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان تشوف وصفات كتير. هو ده الكلام، فراخ بيتي ورز مفلفل بكل سهوله في البيت. هو ده رز المعمر في البيت بكل سهوله.